يقطع ام الحاله. وش ذا؟ اقطع ابليس، اقطع ابليس. وش جابني هنا؟ يوه عيال الشباب، يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير الربع. ايش حالكم؟ مساكم طيبين. بقول لكم سالفه كذا نقطع فيها وقت بما اننا محشورين هنا ما نقدر نروح مكان، فنعم خلوني اقرب شوي منكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير الربع، مساكم طيبين. والله يا عيال ما عندي ولا نص ولا عندي ولا سالفه، عندي سالفه لكن الله. المهم يا عيال عندكم سوالف خفيفه كذا تعرفون لي تسليك. المقطع ذا ترى تسليك، شو معك؟ تسليك الارض. حتى مشغل مكيف في المشاب، يعني قال لك اني اسجل في غير المشاب، يعني كل مقاطع مسجلها في المشاب، هذا افضل مكان تسجل فيه يا رجال. المهم فهي بين المجلس والمشاب، فهمتوا؟ مجلس البيت المشاب، ولكن صرت افضل المجلس، قصدي المشاب وبيت الشعر اللي عندنا لانه تعرفون عزل مره ما يطلع ولا صدى. المهم معكم في السوالف ذي. يوم كنت صغير انا كنت اشوف اخواني الكبار يروحون المدرسه وكذا، وانا كنت متكي في البيت، فهمت؟ ما غير اتابع دوره، ما في شيء، ما في شيء تسويه يعني، فيعني ما في روتين، يعني تلفزيون تكيه في البيت، وذراك يروحون من صبح، فهمتم؟ يسرحون وما يرجعون الا ظهر. احس في حاجات وناسه هناك، فهمت؟ يما ما تدخل مدرسه، يما ما تدخل مدرسه، تقول ما عليك اصبر يا ولدي، ما عليك انت. وانا ابي ادخل مدرسه، ابي اروح المدرسه، هذا المكان العجيب اللي يصلحون له من الصبح. واجي عند اخواني يحظكم تروحون المدرسه ما ادري ايش. بعدها بفتره يعني الحمد لله بعد عمر طويل دخلت المدرسه وكنت متحمس. بكره اول يوم دراسه لي، يقطع ام الحماس يا عيال. ما نمت، حاطها جنبي كذا، ثوب المدرسه والشنطه ونايم جنبه. اعتقد اني قعدت للساعه 3 كذا افكر وش اسوي في المدرسه، وش بيصير في المدرسه، وش الحاجات اللي حماس يا عيال. اقسم بالله يمكن ذاك الليله كنت متحمس اكثر من ليله زواجي. اعتقد اني ذاك اليوم يوم زواجي في الليل بنام، ذاك اليوم ما نمت. يقطع لا والله اعتقد اني ماني بنايم، يعني مو بعشان متحمس الزواج، يعني من كثر الهموم. ذاك اليوم يعني ركبت مع الوالد، وكان اخي الكبير معي في نفس المدرسه. حطنا الوالد عند باب المدرسه وحرك، انا دخلت المدرسه اوكي، داخل مع اخي الكبير وناسه وكذا. اخوي الكبير يعني حطني عند طابور صغير كذا، طابوره في سادس ابتدائي، هناك اخر طابور، وانا جالس كذا في طابوري. تعرفون اول واحد، وكان هو اول واحد واول اثنين واول ثلاثه، فانا كنت في اول واحد. كلهم اول، من اول واحد لاول ثلاثه كلهم يبكون. انا قلت اوكي هذا كمين، ليش يبكون ذولا؟ وش السبب اللي يخليهم يبكون؟ يعني انا كنت متحمس، انا كنت فرحان اني جاي المدرسه، ليش ذولا يبكون؟ اكيد عندهم سبب مقنع انهم يبكون. فانا قعدت في ريبه، في شك طول الفتره ذي اللي كنا في الطابور الصباحي، ليش يبكون؟ واللي يجي عنده ابوه ولدي ما عليك حد يا وانا اقول شو السالفه يا عيال، ايش قاعد يصير؟ اقطع ام الفكك. لكن كنت متماسك، يعني ما بكيت ولا شيء، يعني كلهم يبكون وانا كذا مستغرب، ماني بخايف، مستغرب ليش يبكون ذولا، يعني ايش السبب اللي يخليهم يبكون. اكتشفت بعدين ان هم خايفين، يعني ما اهلهم يخلون في المدرسه وكذا. ما ادري والله، ما ادري ايش اللي يبكي، يعني متكي انا لحالي كذا وكلهم يبكون. في النص هنا بين بكاء الاطفال وجاي متحمس، يعني قتلوا ام الحماس يا عيال اقسم بالله. فمتكي كذا وفينهم شوي، ذاك يبكي وذاك مش رامته، يا ولدي خلاص انت ما عليك مدرسه، بروح معك ما ادري ايش. فيهم اللي كذا هلا كذا خلوه عند المدرسه كيفك، يعني تصرف. في الفتره ذي اللي في الناس كذا حولي يبكون، شافني ولي امر واحد من الطلاب، فهمتم؟ كذا شافني انا متكي وجالس مريب، يعني ماني ببكي وكذا مستغرب، فهمت؟ متحيط، في ختله في شيء على طول جبنا. قاعد اشوف طرق الهروب عشان لا صار شيء ولا شيء، يعني مديني يزبن يعني فكنت كذا متحيط وشاك، وحسبني حاذق، فهمتم؟ هم شافني كذا مشاد امه، يحسبني صامل، وانا قام طم العافيه اتجهز الهروب. فجاني قال يا ولد شبحت فيك كذا، تعرفون لي توخى الحذر. هذا يمكن من الحاجات اللي تبكي الطلاب. قال ايش في طال عمرك؟ قال هذا ولدي. قلت ونعم والله ولديك في ولدك الله يسلم، ولدي هذا امانه عندك. حلو، هذا ما اتفقنا عليه يا شباب، امانات كذا من اول يوم. ولدك من ذا بنت؟ قال هذا ولدي فلان، امانه عندك وانت رجال واضح انك ما شاء الله وكذا. قاعد يعزز لي، تعرفون انا اموت في التعزيز، انا لو واحد عزز لي يقطع ام الفكك والله لا اجيب ام العيد. هو قاعد يعزز لي وانت ما ادري وش، وانا انتفخ راسي خلاص. حسيت اني ولي امر الولع ذا. قلت عندي ولدك ذا ازهل خلاص انت روح، بس ولدك ذا عندي، انت ازهله، ما حطيته عند رجال، ازهله انا متورط فيه والله، ما ادري ايش تسوي ذا الحين، ابكله ولا شيء، ما
ما انا عندي شو اسوي فيه، احافظ عليه حارس شخصي وش اسوي. والله ابوه عنده استراتيجيه، فهمت، اللي لزقه فيني وراح. هو شاف انه قال يبيه ماذا انه امانه وكذا، فيحسب اني رجال ثقه، وانا ورع نفسك ماني بثقه ولا شيء، بس هي لزقت شو نسوي يعني. فمسكته معي كذا، المفروض انك تسمع كلامي الحين علي، الحين انا مص عليك فهمت، فالمفروض انك تسمع كلامي، انا قاعد اقول لك كذا واقول عليك معي وكذا، وجالسين في نص الصف وحليل حليل يعني، وانا بتكي كذا ومعه. وش المسؤوليه ذي؟ انا ماني متحمل مسؤوليه نفسي، انا ايش اسوي بهذا؟ تعرفون اول ابتدائي ما يسوون طابور ولا تمارين صباح وكذا، انه من باب التدليع فهمت، يلا ابتدائي يلا الصف وكذا، وتجيهم فيها ابتسامات عريضة خادعة، فهمتم؟ الابتسامات المصطنعة هذه غير حقيقية يعني اغلب المدرسين. فانا شكيت الابتسامات هذه حقت المهرجين اللي ما هي بحقيقية، اللي في إنه داخل يعني في مشكلة. دخلت انا وجلست، دخلنا في مسرح، طلع كذا واحد من مدرسين المسرح، شطار فرحانين اول يوم في المدرسة، وانا فصلت معي يا عيال، فصلت معي اقسم، بغيت اقوم اجلدهم. اوكي مدرسة وفي مسرح، وواحد يقول انتم متحمسين، ليش البكاء؟ ليش؟ ويبكون واللي بو معاه يقول خلاص سجد وبيه يسكت. يا خلاص يا ورعين، اوكي انا ورع مثلكم بس مو بذي الدرجة يا عيال. وذا معي ماسكه اللي قال بي خلها امانه معك، تكين كذا جنب بعض وشطار ما ادري ايش يقول، لا وسيم فعاليات تعطونا بسكيت. تعرفون اول يوم في اول ابتدائي يدلعونا وبسكيت، يقدرون فيكم بس كذا يوهمونك ان الوضع فله، والله وشو وناس يا شباب وتفله وتحديات، ويطلعونا برا وخلونا نلعب رياضه. قلت يا عيال اما ان المدرسه كذا، وناسه وبسكيت وفله، والله غرروا بي يا عيال. انا جيت متحمس وهم زادوا الحماس بعد، اللي جحفلوني جحفله. فانا اول يوم عدى على خير وناسه وضحك وطلعونا بدري وجاوا امرنا بدري، بس انا قعدت مع اخي في الفصل. اغلب الطلاب طلعوا الا اللي مثل حالتي يعني قاعد مع اخوانهم الكبار. فانا تكيت مع اخي الكبير في سادس لين ما خلص الدوام كامل. رجعت مع الوالد وقعدت اقول امه والله وناسه المدرسه بسكيت وفله. امي قاعده تضحك اللي مسكين تحسبها فله، واشرح له ومدري ويش وناس. سلكت لي الوالده ورجعت اقول نايم بكره متحمس الفله والفعاليات، احسب ان طول السنه فعاليات وفله. ثاني يوم كان فعاليات بسيطه اول يوم، بعدين دراسه. لا ما اتفقنا على كذا. اوكي وين الفعاليات وين؟ شوي جاء ذاك اللي ابوه قال ما انا عندك تكه جنبي، استاذ اشبح فيني ايش فيهم ذولا على نفس الطاوله، وعلمته قلت هذا اخوي وكذا. شاف الاستاذ قال خلهم جنب بعض راعين. المهم اول يوم كذا تعرفون لي دراسه، بعدين اعطونا بعد الدراسه فعاليات بسيطه وخلصنا مع اليوم الدراسي الطبيعي. ثالث يوم فعاليات بسيطه، اول يوم دراسه تدريجه. ثالث يوم خلاص، رابع يوم قصدي خلاص ما عاد لا فعاليات دراسه، وبدينا في الشغل والف بات هذا حروف وتعليم. انا ما دخلت روضه فهمت، انا قادح على طول ابتدائي ونتعلم الحروف ومدري وش. انا عمنا هكذا يا عيال تعليم. المهم وحن قاعدين نسولف مع الاستاذ، قال يا شباب اللي يبي دورة المياه له فرصة واحدة. دورة المياه هذه وش؟ انا لي 4 ايام في المدرسه ما حد قال لي وش دورة المياه، فهمتوا؟ اعرف الحمام فهمتوا، بس ما في مصطلح دورة المياه ذا جديد علي. فالاستاذ قالنا لي يبي دورة المياه يا شباب ترى له مره واحده كل حصه. انا انتظر متى فرصتي اللي يقول الاستاذ ابي اروح دورة المياه عشان اشوف وش دورة المياه، فهمتم؟ فكذا تكيت شوي يعني، وجاء نص الحصه قلت استاذ ابي دورة المياه يا استاذ. قال يلا اطلع. بس انا طلعت مع الباب فريت شوي ما لقيت دورة المياه ذي، تورطت يعني وش دورة المياه ذي. فرجعت للاستاذ قلت استاذ وين دورة المياه؟ قال ما تعرف؟ قلت الله ما ادري يا استاذ. قال تعال اوديك دورة المياه. وقفت عند الحمام. ليه؟ وين دورة المياه؟ في عقلي دورة مياه كذا، ما ادري ايش كان في راسي، بس شيء رهيب، فيه مياه وفيه كذا دورات وكذا حاجات تدور، كيف اقول لكم زوبعات او شيء زي كذا، احس ادخل واسبح فيها. فاخير طلعت دورات مياه حمام. قلت يلا عوافي دخلت كذا سلكت الاستاذ يعني شوي فطين يعني، ما سويت نفسي غبي ورجعت، لا دخلت يعني فاهم ايش دورات المياه. سلكت نفسي دخلت كذا، راح الاستاذ رجع الفصل وكملت الايام الدراسيه وكليت المقلب وخلصت اول ابتدائي يعني. اكتشفت ان المدرسه ما هي بفله ولا فعاليات، وجبت العيد وطلعت بطيء تعلم ولا افهم بسرعه ولا احفظ بسرعه. كنت مدحدر والله، مستواي الدراسي تحت الصفر كذا. اشوف الطلاب معي يشاركوا ويتفاعلون، وانا رجل حجري، رجل طالع من الكهف ما يدري وين ربي قاطع. اهلي في البيت يدرسوني انا والله مستوى دراسي نازل تحت الصفر. حتى كتبي اذكر كان في ذا صفحات كذا خيار طايحه، كنت مهمل جايب العيد. اهلي يحاولون يخلوني مهتم بالدراسه، انا جاتني الطعنه فهمتم. الصدمه كانت قويه علي، ما توقعت ان هم ما باشروا على طول وكذا وصدموني، لا جيت متحمس وخلوني اتونس، بعدين قدروا فيني
انا كنت متوقع انها غدره من البدايه، بس ما توقعت انها بذي القوه. فاول ابتدائي راح كذا يعني، اول ترم كان سيء مره، ما كنت راضي عن نفسي ولا كنت راضي عن المدرسه ولا كنت راضي عن شيء. ولكن كملت الفصل الدراسي الثاني، اكتشفت النص اخوياي حتى ذاك اللي قال لي به امانه عندك ما عاد موجود، تغيروا العيال تغيروا الناس. طلعت الفسحه وكان معي واحد من العيال في الفصل، شافني كذا لحالي متكي ما احد، قال تعال تعال معي، راح نتفسح سوا. فجيت تكيت معه وسولف ومدري وش. شوي جاء واحد جلس معنا لابس نظارات، واحد كذا يتكلم حجازي كذا كأنه مكاوي او جداوي، ما كنت اعرفه. يا هادي يشبه امكم يا عيال وكذا ما ادري شو. انا اقول العن ام الفله يا عيال، احضري معنا في المدرسه. اقول انت احضري، يقول هذا انا مكاوي ما ادري ايش، ويسولف وكذا. حسيت انه والله فله هذا الولد، احضري ذا فله. يوم دق جرس الفسحه ندخل الفصل، قال يا عيال ايش رايكم نهرب؟ قال وابكم تعب خلاص نبي نرجع البيت. وش نهرب؟ وش المصطلح ذا الجديد علي؟ وش كيف يعني نطلع مسبقا او؟ قلت نهرب. قال يلا يا عيال نطلع من عند الباب الوراني، وروح انا وياك نمشي مع الثلاثه كذا نبي نهرب. انا ما ادري والله يا عيال للحين ابى اكتشف وش معنى تهرب. فوقفت معهم عند الباب الوراني، جاء عامل قفل علينا الباب اللي ورا، جاء ذا يتمسك انتك ما ادري ايش، افتح الباب. فتحنا الباب، قال هذا يطلع بس. قلت والله مو على كيفك، يطلع ذا نطلع معه. قال يلا اطلعوا الثلاثه. فطلعنا كنا الثلاثه، ما ادري هو هندي سبكه، فتحنا الباب نطلع. تعرف لي مع الخيل يا شقراء، الله معه ما اجري. يوم بعدت من المدرسه، وقفنا واحد كذا معه جمس 90، قال انتم مطرودين من المدرسه. انا يوم قال مطرودين من المدرسه قلت تخيل اني ارجع البيت ويدري بي اني مطرود من المدرسه. شو الغباء؟ يوم قال مطرودين من المدرسه، قال لي جنبي ذا اللي هربت معه، قال اي مطرودين من المدرسه. وركب مع راعي الجمس، الظاهر انه اخي الكبير او واحد يقرب له، ركب معهم وراح. قال اركب معنا، قلت لا انا راجع المدرسه، انا ماني مطرود. انا ايش مطرود يا ولد؟ لا عيب ذي، مطرودين لحالكم انتوا، انا راجع المدرسه وجري. المدرسة يا ولد مطرودين، كلام فاضي ذا ما يمشي. تباني اتصفق. تدري دخلت مع الباب الرئيسي كان مفتوح، واشبح في طابور كذا يمشون. قلت هذا نجاتي، ما اقدر ادخل. يقولون ليش متاخر ما دخلت الفسحه ما ادري ايش. قلت خلني ادخل مع هذول، تصف مع الطابور يعني معهم. شوف حظي الزبال، لو اني رايح ومطرود كان ابرك لي. وادخل كذا يدخلونا في غرفه صغيره وكذا كنا متجمعين فيها الطلاب. وين الفصل؟ طلعت يا عيال وين الفصل؟ شو السالفه؟ واسمعهم يقولون ابره ومدري وش الابره وش قاعد يصير. انا وين رحت؟ لا يو، وذاك معه مدري حاجات غريبه. الهندي اللي كان دخلنا فهمت اول كان معنا في نفس الغرفه مع حاجات غريبه مدري. انا نكبت نفسي يلعن ام الفكك يا عيال. ويدخلونا واحد مع الباب كذا، يدخلونا كذا باب على المسرح اللي اول السالفه. شوي جاء دوري قالوا انت معهم، ما اقدر اقول ماني معهم. قلت انا معهم. دخلت كذا مسرح، طلاب متجمعين كلهم، الكبار اللي من رابع لسادس، ما ادري ليه صافينهم كلهم. وش المقصد وش المغزى؟ هل هو عرض كوميدي يضحكون علينا؟ شوي الطلاب كذا وجلست على كرسي. شوي طلع ابره، طلع يا عيال الطابور ذا حق تطعيم طلاب اللي يطعمون، وانا اخوكم في الله من هطافتي دخلت معهم. مسكت راسي قلت لا انا طحت في الفخ يا عيال، يقطع ام الفكك. واشبع في الطلاب واخذ ياها ابكي قدام العربان كذا، تكي جالس على الكرسي وشاد امها. خلاص وقعت في الفخ يعني ما عاد بشيء، ما الا تكي. جلست كذا وحطيت يدي، خلاص انا استوعبت اني وقعت في الفخ. بكيت قدام العرب واخزيه وعيبه، تراجعت ما يمدي، خلاص استسلمت. فكنت شادها كذا، شاد اعصابي. شيك يقول الدكتور ذا شيك ما ادري مرض ما ادري شيك، هدي ما ادري ايش يقول كذا، يحاول تشجع الهلال ولا النصر ولا الاتحاد. انا في حاوي ما ادري ايش، ما ادري ما انا دخل ذي. انا كنت اشجع الهلال بس من الربكه قلت في حاوي. قال يدك هد شوي، وانا شاد ام العروق يا هد مدري ايش. انا والله ما هدي، والله ما هدي. اللي تعرف اللي قال ما ابي اخرها ما ادري كيف دقني غلط الظاهر. والله يا جعلتني يا عيال وجه، تعرف اللي نزلت دميعه كذا على طرف عيوني. شاطر وانا قدري بموت والله يا عيال. الم طالع من الفصل، تعرف اللي تحسف انقطع ابليسك يا الجداوي يا الحضري الله لا يوفق. قعدت اسبه واشتم يعني الشتمات اللي كنت متعلمها، واخترعت شتمات جديده كذا جبتها من كيسي. وارجع الفصل وانا يدي متشنجه، يدري ما عاد عرفت احركها. قعدت اسبوع يا عيال والله اسبوع، يدي احس انعطبت ما عاد عرفت احركها. وهل ايش فيه؟ يقولوا ما ادري ايش طعموني يدي توجعني، ودوني المستشفى ما ادري ايش سووا بي كذا، اعطوني علاج خفت يعني مع الوقت. خلاص هذه سالفتي يعني، نصيحه يعني مغزى من السالفه ذي. وش الصوت ده؟ ابو يشار كسر الباب، وين اروح؟ باب؟
بليز. اوه وش ذا المكان؟ وش ذا المحل الغريب؟ وين القرية؟ غريبة. حبيبي شرب شاي بنعناع وانا شاي احمر شربوني وانا شاي احمر شربوني وبعض الناس سوى مثل عنتر على شايب بلا شي صابع عبله. حبيبي سكن في قصر عالي وانا في خنادق سكنوني وبعض الناس سوى مثل عنتر. مسوي خوي ها؟ سامح ضم بجي دق الباب والله مفتح لك سر امها بس. جاري يا ولد افتح الباب. ها؟ جاري الله ياخذ ابليسك انا قطبي. وراك ما فتحت لي الباب؟ تشتيني اموت يعني؟ يا رجال صل على النبي، ايش درانك موجود هنا؟ بعدين ايش ذا المكان وانت كيف جيت هنا وش السالفه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يلا خلاص عادي عوافي ما في مشكلة، الحمد لله انه حنا سليمين. بس ضروري نزبن، ترى الكهرب بتقطع علينا وبنموت من فريدي. يا رجال علمني وش ذا المكان وانت وش دراك بذي المعلومات كلها؟ ما اقدر اشرح الان ما في وقت. امسك هذا الفيديو بيعلمك كل شيء تحتاجه عن هذا المكان. يا رجال ما هو بوقت الفيديو الحين، انت روح شوف النحل نتخارج من ذا المكان وانا بروح اقول سالفة للعوال ويمكن تكون هذه اخر سالفة اقولها. ايه هذه السالفة يا شباب اللي عنوان الفيديو والصورة مصغرة عليها. تحسبون اني بحط القصة الاولى؟ لا فخلني على خير عشان اتلك معي يا ولد ها تدري ولا رباح ولا. خلصت الابتدائي على خير خلاص الحمد لله، خلصت سادس ابتدائي 6 سنوات، اروح مرحلة جديدة، اول متوسط صير كبير صير ريال، الله الله مع حركات ورا عيني ابتدائية خلاص انا الحين متوسط صرت كبير. فاول يوم في المتوسط سارح الساعة 5 عيال، الساعة 5 سارح 5 الفجر، حتى سارح قبل البواب. جيت كذا عند البوابة البواب توه سارح، قطع الحماس ذا صلي الفجر عند الباب انت؟ قلت لا والله تعرف لازم احجز كرسي قدام. تعرفون انا مع تطور الوقت صرت شاطر يعني، صح ان مستواي الدراسي كان تعبان في البداية بسبب الصدمة، لكن لا الحمد لله تطورت صرت يعني مستواي جيد فهمتم. جيت اول يوم كذا سارح الساعة 5 احجز اول طاولة في النص فهمتم، حماس واصل لمستوى مرتفع من الحماس. دخلت اول واحد وخذيت الماصة والكرسي وحطيتها في اول واحد وحجزت مكاني. خلاص الرجال جاي يبي ياخذ 99.99 هي 100 يا رجال 99. المهم وجلست كذا شفت اني والله مبكر يعني فهمت اللي استوعبت بعد نص ساعة يعني الساعة 5:30 ما في ولا واحد يا رجال. انا والباب فتحنا الباب سوا، نظفت مع مكتب المدير يعني كنت ادور لي اي شغلة. عد اول يوم رحت المقصف خذيت الشكشوكة اني متحمس للشكشوكة. تعرف اللي جاتني ثاني صدمة في حياتي الشكشوكة يا عيال، كانت الله يعز النعمة الله يكرم النعمة يا عيال، كلها صلصة. أول مرة أشوف لي في حياتي كلها شكشوكة حمراء، شكشوكة حمراء يا عيال، قهر أقسم بالله قهر. كذا شليتها يا رجال عوافي سكيت انها لقمتين يعني نعمة شو أسوي يا عيال. بعدين مغصني بطني بعدها مغص يعني، أخذت أسبوع وأنا أخذ بيض مسلوق وكذا. حسيت إن الوضع ما فيه نظافة يعني، قال لك أنا نظيف بس كان الوضع مزري يا عيال. فكلمت الوالد قلت يبا أنا ما عاد أبي أكل من المقصف مرة. قال لي قلت يبا كذا وكذا وما ادري ايش. قال خلاص. قال وش تبي؟ فكرت وش الشيء اللي يمكن اخذه معي المدرسه يعني يشبعني وكذا. قلت يبا ابي كيس خبز كرتون جبن مثلث. قيمتها كم؟ 3 ريال، نفس قيمه الفسحه اللي قبل ان كنت في الابتدائي ولكن اكثر. فالوالد يعني عجبته فكر اقتصادي يعني ومحنك، هذا له مستقبل هذا رجل اعمال. المهم قال الوالد تم. راح اليوم الثاني جاب لي كرتون جبن مثلث وكيس خبز وسالف بالمدرسة السلام يا سلام سلم. وشافني واحد من الطلاب قال يا مشاري بالله حطني خبزه وجبنه معك. قلت ابشر اعطيته. اليوم الثاني نفس الكلام، اليوم الثالث، اليوم الرابع شوي زاد صار اكثر من طالب فهمت اللي يجيب معي 5 خبزات صرت اكل خبزتين واعطيهم 3، صرت اكل خبزه واعطيهم 4. فانا طفشت يعني خلاص لازم يعني اشوف لي حل يعني. كل يوم يخلصون فسحتي مرات استحي من الناس واعطيهم فسحتي كامله فهمت، مرات يطغى علي العرق كذا فهمت ما يجي يطلبني فابي اقطعها يعني. قعدت اوري حيله ابي اقطع عليهم منهم يطلبوني ويحرجوني. جاء اليوم الثاني جيتهم قلت شباب اللي يبي مني خبزه وجبن يعطيني ريال. قالوا تم وما ادري استانسوا وجاوا كلهم اعطوني كل واحد ريال. معي 4 ريال معي فطور فسحتي كليت فسحتي كذا واكل وافكر
والله كم فيها فلوس، كم فيها تجارة هنا، فيه سوق هنا ما حد استغله، فيه تجارة هنا ما حد استغلها. وارجع البيت واخطط وحسابات وكذا والكمية والإيرادات. تعرفون عقلية التاجر ذي اشتغلت عندي، عقلية المفكر، عقلية رجل الأعمال على طول. تحرك عقلي. رجعت البيت اليوم الثاني خذيت نفس الكلام، صرت اكسب لي في اليوم 4 إلى 5 ريال، مرات ما اتفسح بيع لهم فستي كامله، حطناها في الجيب، ارجع البيت واكل لي اي شيء. تعرف اللي عصامي يا عيال في الاسبوع يمكن ما بين ال 25 ريال الى 24، يعني في مبلغ كذا محترم يطلع لي اخر الاسبوع. الاسبوع اللي بعده صرت اجيب 10 خبزات، يعني اخذ 9 إلى 10 ريال في اليوم، يعني فصرت اتطور يعني، وتجاره وربح، والله الله في سيوله، في فلوس. صرت اللي حسيت اني غني، حسيت اني اندروتيت، صرت ما عاد اسرح مع الطلاب، حسيت في كبر. انا اكسب 50 ريال اسبوعيا، ما يقارب 50 ريال اسبوعيا، فهمت؟ انت الطالب الفقير، انا استغلك كل يوم. صرت افكر اسوي لي بودكاست التجار، فهمت اللي انا كانت بدايتي اني ابيع 4 حبات خبز، وصرت الحين ببيع بفضل الله 10 خبات، اي والله 10 حبات خبز. الحمد لله ايراداتي اسبوعيا 50 ريال، وصرت تاجر، وان شاء الله بعد اسبوع اشتري لي سيكل. لازم تصيرون نفسي، لازم تصير عصامي، لازم تشتغل على نفسك. المدرسه هذه ما تعلم كيف تاخذ الضرر. خلاص يا عيال صرت مجنون فلوس، انا طحت على منجم ذهب. صرت ازيد الكميه، ارباحي صارت تزيد. وظفت معي واحد من العيال، فهمت، اللي قرر ينافسني، فكسرت سوقه، فهمت؟ صرت اعطيه ارباح يعني 20% كذا 30% بين فتره وفتره. صار يشتغل معي، ينظم حركه سير التجاره، ويحسب معي الارباح. خلاص حسيت اني تاجر، انا غني، انا وصلت الثراء الفاحش. اشرب الشاي. مشاري الله يحفظك، مو بوقته الحين الهرق الكثير، ترى بتنقطع الكهرب وبناكل زق بنموت. ابشر ما عليك، الحين بخلص ان شاء الله. بعدها صرت احس اني رئيس مافيا ايطاليه، حولي اعضاء العصابه لقدر مكانه ومعارف، الناس كلها تحبني وتبي تمصلح معي. خلاص وصلت مستوى عالم ثاني، خلاص مستوى كبير جدا. ولكن كنت احسب ما كان عندي منافس، بس كان في منافس ولكن كان غافل عني، وانا كنت ماخذ راحتي في السوق. الى ان جاء ذاك اليوم اللي كنت اعطي الناس اللي يطلبوا مسبقا في حصة الرياضة عشان يبون ياكلون فيها وكذا، فما بي اخذ حقهم يعني. فلاحظ من بعيد في عملية بيع، في حركة سير تجارية هناك من بعيد، في فلوس، في قريشات تدخل في الجيب، في خبز يطير ويرجع. شك في الموضوع، هو يشوف من بعيد ما تأكد. فجاني قال مدير انت ايش تسوي؟ انا اعطيه ذاك النظرة، قلت ابي اعرف وش دخلك وش قاعد اسوي انا؟ هل لك اي صلاحية انك تسألني وش قاعد اسوي انا؟ انت مالك دخل. تعرف اللي اعطيه ذيك النبرة اللي نرجسية يا اخوك، اتكلم معي لو سمحت، انت مالك دخل في الموضوع ذا، لو سمحت ابعد. من ذاك اليوم اكتشفت من هو منافسي هو مقصف المدرسة. فاستمر عامل المقصف المدرسة انه يراقبني، يحاول يكتشف ايش قاعد اسوي، وش حركة السير التجارية اللي قاعد تصير عندي هذه، فاكتشف ايش قاعد اسوي بطريقة ما. وجاني ذاك اليوم اعتقد قبل الطابور او في الفسحة، والله ما ادري، قال لي مدير انت شوف، انت ما في وقف هذا بيع طلاب، والله انا اشكي انت مدير، عاد انت كل شويه خساره. انا خساره. يوم قال خساره انا حسيت بالكبرياء، فهمت؟ زاد الكبرياء شوي اني طرحت منافسي بدون ما اقصد. فيقول انا خساره ما ادري وش. قلت له لو سمحت اذا عندك شيء تبي تسويه روح سويه، لا تكلمني، انا رجال مشغول ولا نيف في حالك، لو سمحت ابعد عني. كملت كذا امشي نشة خلاص الثراء الفاحش، فهمتم؟ خلاص كذا ساحب عليه. هو انقهرني يوم قلت له ايش دخلك وكذا، ولكن منافسي طلع غير شريف جدا، وضغط عليه برقة منافسة تجارية غير نزيهة، غير شريفة، فاسدة، اللي هي استغلال السلطة. هو استغل سلطته وراح بلغ عليه الإدارة إن في طالب من الطلاب قاعد وفي واحد من الطلاب ما أدري، بس هذه على رواية واحد من الطلاب يقول شفته كان شوي يبكي، كان يقول هذا خسارة، هذا طيح اسهم مال مقصف، هذا اقتصاد مال مقصف، هذا خراب، أنا خسارة وما أدري. وشوي يقول والله شوي يدمع، ما أدري وقال شوي يدمع أو إنه دمع، يعني خلاص صار يتمسكن يدري إيش. فأنا كنت جالس مع العيال كتلفون متكي بعد ما خلاص خلصت شغلي وخلاص فلوسنا في الجيب. طلع وكيل المدرسة كذا مع الباب. وكيل المدرسة يا عيال مخيف، مرعب. تعرف اللي شنبه لين السرة. أنا أعرف ناس اللحية لين السرة، لا هذا شنبه لين السرة يا عيال، وجهه شنب، وجه عريض وعين حمر، إنسان مخيف يا عيال. إذا دعاك أنت وراك عيد، وراك شيء يعني لو المدير يبيك مرات تقول لحد الأساتذة يجونك، لكن إذا جاء الوكيل بنفسه ادري أن أنت عندك مصيبة عملاقة.
ثم طالع كذا وش نبه. الطلاب اللي جنبي حاولوا يزبنون كذا فهمت، حمان ادخل فيه حمان عارفه، وانا جالس كذا بينهم. شاري تعال طال عمرك. فقال تعال، وانا تقدمت بكل شجاعه بكل نزاهه. انا اعتقد اني اشجع من بابلو اسكوبار. بابلو اسكوبار هرب من السلطات، انا ما هربت، انا سلمت نفسي ومستعد لاي شيء يصير قدام. القي القبض علي بالجرم المشهود، مو مشهود مره بس شوي مشهود. المهم وقال تعال بيك وما ادري وش. وانا خلاص انا ايقنت ان السالفه هي من الهندي، لان خبر ان الهندي شكاني جاني قبل ما يطلع لي الوكيل، انه بكى وما ادري وش. دخلني الوكيل مكتبه ولقيت قدامه مدير المدرسه. قالوا لي اجلس على الكنبه. تعرف اللي ما كانوا يجلسوني على الكنبه، يعني قبل كانوا يجلسوك على الكرسي اللي هناك. تعرف اللي حسيت بالكبرياء بعد يوم قالوا اجلس على الكنبه هنا. جلست كذا، جلسوا قدامي. فسالني الوكيل يا مشاري انت تبيع في المدرسه؟ انا كنت ابي اجحد، فهمت اللي يجحد والدينا مهما كانت الادله قويه، ولكن قلت يعني حبل الكذب يصير راح تنكشف يوم من الايام. اعترفت قلت انا ابي في المدرسه. فقال انت ناقصك شيء، محتاج شيء. تعرف اللي اول مره احس انه وكيلنا حنون، لان دايم كذا ما تحس باللطافه ذي، فهمت؟ قاعد يسالني ويحاول. انا حسيت بالامان شوي، فهمت؟ انا في الوضع سليم، يعني ما في جلد، من الخيزرانتين كذا معلقه كذا على الدريشه، واحده المدير واحده الوكيل. فحسيت بالامان يوم يسالني وكذا صوته حتى صار انسان هادئ. ما توقعت ان في انسان كذا داخل وكيلنا. فانا قلت لا والله يا استاذ خير، هنا فلوس استاذ، اقسم بالله لو تخليني بس شهرين زياده بتشوف كاميرا ستاندر اخر موديل عند الباب واقفه كذا جنب موترك. يا عيال فلوس يا استاذ، والله ما تدري ما لها مقلب. اعطاني النبره الثانيه حقت الوكيل الاصليه اللي نعرفها. ما تعرف هذا ممنوع ما ادري وش. انا قلت اوكي يا سلام، انا الحين لازم استخدم ورقه هروب سياسيه، لازم اهرب الحين. فاعطيتهم ورقة التمسكن اني انا ما ادري والله يا استاذ، اني ما ادري يا استاذ، انا جاي اترزق واني ما ادري. اقول رزقي يا استاذ، رزقي خلاص يلا قطع رزقي يا استاذ، والله اني جاي استرزق مالي نيه ولا شيء، ولا ادري انه ممنوع وما ادري وش. علموني انه ممنوع وكذا، وقالوا لا تبيع، واذا تبي تجيب جيب فسحتك معك ولا ما ادري وش والله الله. قلت ابشر يا استاذ خلاص انا ما عاد ببيع عندي وخلاص. واخر مره جاء اليوم الثاني بعت، كأنه ما قال لي شيء، ولكن بكميات اقل، يعني قللت الكميه عشان ما يشك فيني العامل مره ثانيه يروح يبلس علي، لانه بين فتره يدخل فصل يشوف هذا معك وش، اقول له بس انت ايش دخلك وما ادري ايش. فنشب لي. فمع الوقت يعني بديت اقطع الموارد عن الفصول الثانيه، يعني لان كنت قبل ابيع على الفصول الثانيه بسبب علاقاتي وبسبب انه الناس يعرفوني. ما تدرون يعني صح اني اول ابتدائي كان اول ترم ما كنت متعرف على احد، ولكن مع تقدم الوقت صرت اجتماعي مره، والناس كذا صاروا يعرفوني كثير. من اول ابتدائي الى سادس ابتدائي تلقى كلهم يعرفوني. ففي ناس تخرجوا قبلي ويعرفوني، فعندي علاقات، فجوني قبل الطابور الصباحي ويحجزون وكذا، وصرت ابيع على فصول ثانيه. توسعت المدرسه كامله، فقطعت الموارد عن الفصول الثانيه حذرا من القفطه مره ثانيه وانجلد، وصرت ابيع على نطاق فصلي بس. فاللي كانوا في الفصول الثانيه حسوا ان انقطعت منهم الموارد، يبون ذا الشيء، فعرفوا خطتي كيف، صاروا يشترون خبز وجبن معهم، خلاص ما صاروا يهتمون انهم يشترون من عندي. مع الوقت حتى فصلي بدا يقل منسوب المبيعات، يعني كسرني يعني منافسي. صح اني انا في البدايه يعني هزيته هزه يعني قويه مره، لكن هو كسرني باستخدام السلطه. طاحت اسهمي مره، الايرادات قلت جدا، حسيت ان بالطعنه في ظهري، يعني عادني صغير وكذا وقاسي. هذه التجارب القاسيه في التجاره. المنافسه التجاريه النزيهه تخلق بيئه انتاج ذات جوده عاليه فعلا، ولكن المنافسه الغير نزيهه تدمر الصناعه. فهو ما فكر انه يواكبني او يجيب نفس السلعه حقتي او يطور من منتجاته، لا، قرر انه يكسر منافسه كسره ضعيفه زي كذا، واستخدام للسلطه غير نزيه فعلا. ما شاء الله هي كانت قصه، فصارت نصائح اقتصاديه. المهم بعد ما منافسي استخدم هذه الورقه القذره تجاهي وكسرني وطيح اسهمي وهز الميزانيه، قلت الايرادات فعلا الى ان انعدمت. يعني قررت اني اوقف الشغله خلاص. في ناس حاولوا يدخلون مجال بعدي بعد ما انا وقفت، اني كنت دايم اهزم كل منافسيني لاني ما كنت مخلي مكان لحد، فقرروا يدخلون السوق بعد ما تركته انا. ولكن هم ما كانوا يدرون وش مقومات النجاح اللي عندي. مو بس توفير السلعه كان احد مقومات النجاح. عندك العلاقات القويه، عندك الخدمه الممتازه، عندك الذكاء في تسويق السلعه، عندك الجوده العاليه، السعر المناسب. اشياء ومقومات نجاح ما كانت متوفره عندهم، فعشان كذا خسروا من البدايه او فشلوا من البدايه. فخلاص كانت هذه نهاية تاجر صغير فعلا طامح انه يكون، ما ادري والله وش كنت طامح له، ولكن يعني حطموا امال التاجر الصغير اللي فيني، يعني قتلوا طموح رجل الاعمال اللي كان فيني. من ذاك الوقت الى ذا الوقت خلاص انا استسلمت، ما عاد دخلت في اي تجارة ثانية. كان نجاح، وكانت يعني تجربة ممتعة جدا اني اكون ناجح واكون معروف وصاحب سلطة شوي، صاحب نفوذ وقوة في الفسحة. ولكن ما في شيء يدوم يا شباب. هي شباب شوفوا الانستا عندكم هنا
ضيفوني، كنت تلقون تويتر وتيك توك ما ادري والله، يمكن احطهم يمكن ما احطهم، عاد انتم شيكوا. وروحوا مساحة هبت هناك، قاعد انزل سوالف كذا، مسوي حكواتي يعني بين فترة وفترة، في عدة شباب ينزلون معي يعني. ايش فيكم يا شباب، ما تبون تشربون الشاي بنعناع؟ ولا لازم ادعي لكم فهد سالي لا شربكم؟ لا اشرب